خرج الباك اليمين وينزل طارق التائب ساحر الكرة الليبية، احد المواهب الجميلة واحد صناع اللعب المتميزين طارق التائب. البرازيلي ايفو لنادي الوحدة، عمر الغامدي وبشير سعيد. تاني على طول في نص الملعب. الكرات العالية دي يعني مش في مصلحة الهلال كتير، الا هذا كان هيعملها والله. في اوفسايد، في اوفسايد، في اوفسايد على ياسر القحطاني. الكرات الطويلة اللي زي دي مش من مصلحة نادي الهلال، لان معظم الدفاع واقف وشه في معظمها. نواف الدمياط بياخد انذار. حضراتكم اعذروا اللاعبين شويه، مفيش اوفسايد. الحكايه الا اذا كانت احتسبت خطا او من الاول على نواف الدمياط. يعني اذا كانت اوفسايد لا، هي مش اوفسايد، لا في الاولى اوفسايد ولا في الثانيه اوفسايد، الا اذا كان احتسب دي خطا والفاول اتلعب من بره. لكن انا مش شايف لها حاجه طبيعيه واضحه قدامي الامانه. يعني اماميه من تاني، تدخل قوي. شوف الاصرار والروح العاليه اللي عند اللاعبين، اصرار وروح عاليه جدا جدا جدا. تاني من جديد محاولات احمد الصويلح، عوده للخلف. اللعيب اللي من الهلال اللي هيقع دلوقتي هيقع للشديد القوي، عمر الغامدي. عمر الغامدي هيقع للشديد القوي. وادي بشير سعيد، شيء من التهور شويه والاندفاع نتيجه الحماس الكبير، واستاذ الحذاء كده بيجي في رجل من الجانب لعمر الغامدي بسهوله. حيدر قالوا علي يراوغ لكن مش بسهوله. من جديد طارق التائب، نجم الليبي الكبير. طارق التائب وش رجل خارجي، يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله. ولكن على طول احمد الصويلح في حراسه وتحت قبضه خط ظهر نادي الوحده. باصة عمل من طارق التائب، وش يلعب لهم على المساحه، ولكن كان في نوع من الضغط القوي على ياسر القحطاني في اللقطه الاخيره. اين التصويب، اين التصويب، اين التصويب؟ طارق التائب يراوغ، ولكن كماشه لسه التائب والعرضيه. حارس المرمى كبير، حارس المرمى قدير. انقاذ والمغربي نادر المياجري امتياز. هنا برضو تاني الله عليك، تسلم ايديك، مفيش كلام. لكن طارق التائب لما اتحرك تشعر ان استاد الملك فهد بيتحرك. ايوه الولد اتحرك، الدنيا كلها اتحركت. سرعه ايه، مهاره ايه، خطوره ايه. ولكن دفاع نادي الوحده اداء رزق. اقصى اليسار طارق التائب عشان يشتغل في 180 درجه، رابط رجليه اليمين. ادي الباص الامامي الخطير، تمريراته خطيره جدا جدا جدا. حارس المرمى خارج في غير توقيته ابدا. في النهايه ضربه ركنيه. بالمناسبه لعيبه الوحده مشغولين بياسر القحطاني، ولكن ياسر القحطاني ما هتجيله خطوره الا من طارق التائب. فالوقايه خير من العلاج. مين هيمسك طارق التائب؟ ادي الضربه الركنيه سريعه وقويه. حارس المرمى نادر في اللقطه الاخيره ان يتواجد، وبالتالي كان في صعوبه على ياسر القحطاني ان ضربات الراس تكون مؤثره قوي. نادي الوحده بيرتكب خطا كبير جدا في العوده اكثر من لازم. واسماعيل مطر يبحث عن هدف تاني، تصويبه عملها في الكويت. حربه ويجدد نشاط المهاجمين ويدافع من قدام، ولا يبقي الوضع على ما هو عليه. نواف الدمياط، الكره العاليه فوق وضربه الراس الخطيره. حارس المرمى ولد 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 ولد، الله عليك يا ابني، تركيز ايه وفدائيه او تقلص في عضلات السمانه. وادي هنا الحارس كله بيقول لهم، بيغمز للدكتور، قال له خلاص مفيش حاجه، انا تمام، انا زي الفل. استهلك وقت شكل من وجهه نظره شرعي على نهايه الشوط الثاني والمباراه. تحدي كبير جدا بيواجهه ابناء الهلال، ابناء الزعيم، بل الزعيم بنفسه. من جديد محاولات، فرصه ياسر القحطاني، ولكن خارج المرمى. مرت بردا وسلاما على الوحده والوحدويه وكل الاماراتيين، بينما الجمهور الهلالي في انتظار الفرج. لم يظهر الهلال رغم ان النهارده بدر. الهلال النهارده بدر منتصف رمضان، واصبح مطالب نادي الهلال بشيء بيتقال عليه في كرة القدم يقترب من المستحيل. ولكن حتى المستحيل ممكن يحصل، ممكن يحصل. اهو هنشوف الكرة العرضية الخطيرة، شوف دفاع تصويبة، اقترب من تحقيق المستحيل. بقول لحضراتكم ضربة راس احمد الصويلح وحارس المرمى المتألق نجم اللي انتجت حارس بهذا التركيز وبهذه الرشاقة وبهذه الاناقة، ويبقي الفريق في الاستفاقة. طارق التائب ومهاراته يا مراوغاته، الراجل ده معاه مخدر. طارق التائب معاه مخدر في اقدامه. حارس المرمى في توقيت رائع، لم يكن هناك تسلل. عارفين ليه؟ طارق التائب عجبني جدا. عيسى احمد الباك اليمين او سانتو عجبني جدا 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 لنادي الوحده. انطلاقه من تاني على طول، الخسران خطيره. طارق التائب يا مهاراتك وانطلاقاتك وتصويباتك، ساحر. عملها الساحر الليبي. نعم لاعب الزعيم ذكي ليس فقط بل ولئيم. طارق التائب لاعب الزعيم ذكي بل ولئيم، يحقق التعادل، قد يكون حتى اللحظة عادل، ويعيد الامل والحياة. نعم طارق التائب يعيد الحياة.
يعيد الحياة لاستاد الملك فهد الدولي، ويعيد الحياة والامل لجماهير الهلال، جماهير الزعيم، بعدما راوغ وتقدم وتوغل وبكل هدوء وتأني اقدام طارق التائب ظهرت وكأنها بتغني وتعزف لحن للزعيم من جديد، وانطلاقاته ومهاراته ومراوغاته. بص شوف طارق التائب بيعمل ايه. الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. بيقول لهم تسمح لي؟ قالوا له اتفضل. تسمح لي؟ قالوا له اتفضل. واستأذن من نادر المياجري، قال له تسمح لي؟ المرة دي قال له اتفضل. 1-1، 6 دقائق. لسه بقول لحضراتكم لسه الامل كبير، لسه الاماني ممكنة. ايوه لسه الاماني ممكنة لما يكون عندك لاعب بهذا الحجم وهذه القيمة وهذه المهارة، لا تفقد الامل ابدا. انتهت المباراة بالتعادل 1-1، يتأهل الوحدة. ولكن اذا فاز نادي الهلال ب2-1 يتأهل نادي الهلال ليكمل المشوار باحرازه الهدف الثاني. يا جماله، شوف المراوغه، شوف الولد، شوف الولد، ايه ده محاصر ب2 4 6 7 لاعبين. بص شوف طارق، وفاز بابطال الكؤوس مرتين، يبحث عن الوصول للدور نصف النهائي من البوابه الاماراتيه بعدما حرموا العين الاماراتي من قبل عام 2003 وتفوق عليه من خلاله. محاولات وضغط من لعيبه نادي الهلال، عايزين ياخدوا الكره بسرعه. اسماعيل مطر وعزيمه الرجال وهمه المحاربين ومهاره الموهوبين، تعادل نادي الهلال. وبعزيمه الرجال وهمه المحاربين ومهاره الموهوبين يحافظ اسماعيل مطر بخبره جديد وروح عاليه جدا من لعيبه نادي الوحده واصرار من لعيبه. على فكره لعيبه الهلال عاملين ماتش جبار يا جماعه. لعيبه احنا بنشيد بالوحده وادائه الدفاعي، لكن لعيبه الهلال لعيبه كبار عندهم اصرار غريب واصرار جميل وتبديلات خطيره وضربه راسيه، ومن جديد التدخل من الدفاع الوحدوي. ضغط قوي اسماعيل مطر بيعوض فرق ال10 لاعبين بعد طرد عبد الله النوبي الذي لن يشارك في مباراه الدور نصف النهائي لو تاهل نادي الوحده. الكره العاليه فوق ضربات الراس، ثاني من جديد تشتيت ودفاع، واحد لاعبي نادي الوحده او عايز يقع او بيشاور عقله انه يقع. نلعب في الثواني الاخيره. طارق التائب من جديد، اصرار كبير، ثاني من جديد اماميه، لسه الفرصه قائمه، لسه الاماني ممكنه. يا له من لقاء، يا له من لقاء. ودي الكره العرضيه جوه منطقه الجزاء. يا ترى عداله السماء هتكون لصالح مين؟ انقاذ والدفاع في اللحظات الاخيره امتياز، و5 دقائق وقت بدل ضايع. عنده امل ورغبه كبيره جدا ويمتلك الامكانيات، مفيش كلام. محمد الشلهوب، الكره العاليه فوق، نادر يا نادر. حكم اللقاء يحتسب خطأ لصالح نادي الوحده. قد تكون كرة عرضية. عمر الغامدي عمل العرضية ضعيفة مش قوية. انقاذ من الدفاع السعودي. تاني من جديد محاولات محمد الشلهوب، تصويبة قوية ولكن خارج القائم الايسر. كلام يبقى شقاء، مفيش كلام. من جديد الكرة العرضية، والنجم والهلال السوداني عندهم فرصة كبيرة ان شاء الله، والاتحاد الليبي. بينما المريخ السوداني وصل لكاس الاتحاد الافريقي للمباراة النهائية. هذه الكرة العرضية. شوف طارق التائب بيحط الحقيقة الكرة في مكان دايما خطير، بيحطها دايما في مكان يعمل مشاكل. نلعب في ال20 ثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع اللي اداه الحكم. محمد الدعيع طالع من مرماه، وادي الضربة الحر الركنية، انقاذ من الدفاع. هجمات المرتدة قد تكون خطر. شلوبة اللحظات الأخيرة، لحظات حرجة، نعم لحظات حرجة. عمر الغامدي والكرة العرضية، عمل الكرة العرضية، ولكن ليوناردو دا سيلفا المدافع البرازيلي بخبرة كبيرة جدا يتقدم ويحول إلى ضربة ركنية من جديد. طالع محمد الدعيع، واللي الوحدة بيلعب ب10 لاعبين بعد طرد عبد الله النوبي، والتعادل 1-1 يصعد بالوحدة إلى الدور نصف النهائي. فرصة الهجمة المرتدة قد تكون لنادي الوحدة. اسماعيل مطر، وحكم اللقاء ينهي احداث اللقاء المثير، احداث اللقاء الكبير. واصحاب السعادة بالفعل، اصحاب السعادة في غاية السعادة. ومبروك للوحدة التعادل 1-1. مبروك بالنسبة له، النتيجة تعتبر ايجابية لانه تعادل بدون اهداف هناك في الامارات، ليصعد الوحدة الى الدور نصف النهائي لاول مرة في تاريخ نادي الوحدة، ويواجه فريق سبهان الايراني 3 اكتوبر الماضي. بينما فريق نادي الهلال الزعيم قدم مباراة كبيرة. نعم اتفاجئ بهدف مبكر لاسماعيل مطر، كان الرد عنيفا بالضغط القوي، كان نزول الساحر طارق التائب له ردة فعل، ولكن كان الوقت متأخرا عندما اصطدموا بعزيمة قوية وبروح عالية وبإصرار كبير وبتركيز عالي وبنجم كبير اسمه اسماعيل مطر، وأدى حبات المطر. كل الإمارات بتحبك يا اسماعيل يا مطر. مبروك للوحدة تأهلوا نصف النهائي. هارد لك للهلال السعودي، زعيم وسيبقى كبير.